في اقل من 10 دقايق تعملي بسبوسه الحلواني مرمله ودايبه. وعايزه اقول لكم حاجه كده خرافيه، جربوا الطريقه دي وهتعتمدوها دايما. الطريقه دي عمري ما اغيرها ابدا، ما شاء الله. عايزه اقول لكم مفيش احلى ولا اجمل من كده. احلى طريقه للبسبوسه بجد ممكن تجربيها. اتمنى كده قبل ما نبدا ادعموني كده بلايك حلو منكم عشان الوصفه بتاعتي توصل لكل الناس. اكون شاكره ليكم جدا جدا، واتمنى لو تشيروا الفيديو. نبدا كده على طول ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه ده نوع السميد اللي انا بستخدمه، اسمه دوبيلا. هنبدا كده نستخدم مع بعض اول حاجه كوبين من سميد البسبوسه. المج اللي انا بستخدمه المتاح في كل البيوت، اللي هو حجمه بالنسبه للسوائل 250 ملل. طب لو انا مش متوفر عندي المج ده مفيش مشكله خالص، تستخدمي اي مج متوفر عندك، بس المج اللي هتعيري بيه دقيق السميد هتعيري بيه كل المقادير بتاعتك. تمام؟ يعني اي مج متوفر عندك استخدميه، مش شرط خالص اللي انا استخدمته. المهم المج اللي تعيري بيه السميد تعيري بيه كل المقادير بتاعتك. كده تمام. انا عيرت معايا زي ما انتم شايفين كده كوبين من دقيق السميد، واستحسن تستخدمي المكياج ده نتيجته حلوه قوي قوي. وهضيف دلوقتي كده عليهم 3 معالق كبار من جوز الهند الناعم، وعليهم نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وما نزودش اكتر من كده. نص كوبايه من السكر العادي جدا. هنبدا نقلب المواد الجافه كده كلها مع بعضها بحيث تندمج معانا تمام. في المرحله دي قلبي براحتك خالص، مفيش اي مشكله. اهم حاجه لما نيجي نضيف السوائل هقول لكم هنعمل ايه بالظبط. هي خطوات بسيطه بس بتفرق جدا في البسبوسه بتاعتك، وتطلع معاكي طريه وحلوه قوي زي ما شفتي كده معايا في البدايه. هضيف دلوقتي كده عليهم نص كوبايه من السمنه السايحه، والسمنه هنا بتكون بدرجه حراره المطبخ، يعني يا دوب بسيحها كده بس على النار، ما بسخنهاش ولا اي حاجه. ودلوقتي هنبدا نغلف بقى حبيبات السميد بالسمنه دي. هتلاحظوا السمنه عندي كده لونها اصفر، لان انا وانا بسيح السمنه بضيف ليها كركم. تمام؟ ده اللي مخلي لونها اصفر بس مش اكتر. هبدا بقى كده اغلف حبيبات السميد زي ما انتم شايفين كده معايا تمام. وفي المرحله دي قلبي براحتك خالص، يعني احنا بنغلف كده الحبيبات بالسمنه مفيش اي مشكله. تبداي تقلبي كويس جدا، المهم كلها تتغلف بالسمنه زي ما هتشوفي دلوقتي كده معايا. كده خلاص غلفتها كده معايا كويس جدا. هضيف دلوقتي كده عليها 3 معالق كبار من عسل النحل. بديل عسل النحل شربات الحلويات التقيل. لو متوفر عندك عسل النحل يبقى حلو جدا، لو مش متوفر هتعملي عسل الحلويات اللي هو التقيل، هتاخدي منه 3 معالق كبار. فايده عسل النحل هنا بيعمل على تماسك حبيبات السميد معانا. كده خلاص انا قلبتهم كويس جدا. واضيف دلوقتي كده عليهم نص كوبايه كده من الحليب. الحليب هنا مغلي وبارد. ببدا اقلبهم كده مع بعض. في المرحله دي يا دوب بنخلط كده الحليب بحبيبات السميد، يعني ما بنعجنش، يعني يا دوب كده على ما يختفي معاكي الحليب كده هي جاهزه معاكي تمام. ما تعجنيش وتقلبي كتير. انا بقلب كده قدامكم زي ما انتم شايفين. انا ما سرعتش المقطع ده، بالراحه خالص عشان تشوفوا احنا بنقلبها ازاي، لانك لو زودت العجن هتنشف معاكي. كده خلاص هي جاهزه معانا تمام زي ما انتم شايفين كده. الحليب اختفى. نبدا نجهز الصينيه بتاعتنا. الصينيه بتاعتي دهناها بالزبده او بالسمنه على حسب المتوفر عندك، وهنبدا نضيف الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين كده معانا تمام. في المرحله دي بسخن الفرن بتاعي على درجه حراره 200، وبدخلها كده في الرف الوسطاني. بسويها كده بالمعلقه زي ما انتم شايفين كده معايا تمام. وعشان السطح يكون متساوي بديها كده خبطتين على الرخام. اولا بتكون متساويه جدا والسطح بيكون املس معايا. هوريكم دلوقتي انا هعمل ايه بالظبط. كده خلاص انا سويتها معايا تمام. عطيت لها كده خبطتين على الرخامه كده هي جاهزه. دخلتها معايا الفرن، وهنبدا دلوقتي نجهز الشربات على طول، يعني بندخلها الفرن ونجهز الشربات. دلوقتي هستخدم كده معاكم كوبايه ونص من السكر، وعليهم كوبايتين من الميه. طبعا شربات البسبوسه بيكون خفيف وبيكون سخن. هنضيف كده معانا كوبايتين الميه، ما بقلبش خالص، برفعهم دلوقتي معايا على النار مباشره. اول ما يبدا معايا كده في الغليان بضيف كده عليه عصير نص ليمونه، وبسيبه كده يغلي على نار متوسطه لمده 10 دقائق. وده كده شكله بعد 10 دقائق. بضيف ليه الفانيليا، وكده هو جاهز معايا تمام. بحطه كده معايا في اي طبق زي ما انتم شايفين كده هو تمام جدا، وبيكون سخن بالشكل ده. في المرحله دي كانت البسبوسه بتاعتي استوت معايا تمام. طبعا البسبوسه بتاعتي بتكون سخنه والشربات سخن. عارفيها ناجحه معاكي ازاي لما تبداي تسقيها بالشربات وتبدا تشربه معاكي بالشكل ده. كده هي ناجحه معاكي تمام. طبعا هي هتاخد كميه الشربات بتاعتها كلها، يعني كل كميه الشربات اللي احنا عملناها هنسقيها بيها كلها. بعد ما اسقيها كده كويس جدا زي ما انتم شايفين كده معايا تمام، هبدا اغطيها. بغطيها ليه بقى؟ عشان تبقى طريه معانا وتكون حلوه قوي قوي. بس ما بنغطيهاش اكتر من 5 دقائق، لانك لو طولتي عن كده وش البسبوسه هتلاقيه لزق معاكي وهيكون شكلها مش حلو خالص. كده خلاص البسبوسه بتاعتي انا سقيتها بكميه الشربات بتاعتي كلها، وهبدا اغطيها بالشكل ده وهسيبها زي ما قلت لكم لمده 5 دقائق. وبعد 5 دقائق نشيل بقى الغطا، وما تقطعهاش غير لما تبرد معاكي تماما. كل ما تستنيها لما تبرد تتقطع معاكي سهل جدا، وتطلع القطعه بقطعتها. عايزه اقول لكم ان انا يا دوب عدى عليها كده نص ساعه وبدات اقطعها، ومع ذلك طلع معايا متماسكه وحلوه قوي قوي. شايفين شكل البسبوسه الله اكبر عامله ازاي؟ بجد مفيش احلى بقى ولا اجمل من كده. اتمنى فعلا تجربوها بالطريقه دي وتتبعوا نفس التعليمات اللي انا قلت لكم عليها. هتطلع معاكم مرمله ودايبه زي اللي انا عاملاها كده بالظبط، واحلى كمان. كفايه ان هي من ايديكم، واتحداكم تشتروها من بره تاني. بكده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومه واحده. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه.